بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي المجاهد الشهيد فخامة الشعب الجزائري، أخي وحبيبي ورفيقي وصاحب دربي، الرجل المثقف السياسي البارع، صاحب الخطاب الرصين والعقل الرزين والموقف المتين، الدكتور طبيب العيون عبد السلام بشاغة، النائب الجاهل، والله المستعان. أيها الجمع الكريم، آن لزكريا أن يلبس طربوشة مثلما آن للشافعي أن يمد رجليه، وهو من قال: إن استغضب الرجل ولم يغضب فهو حمار. زميلي أو صديقي العزيز وزير العمل، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بلغوا عنا هذه الحكومة الموقرة أننا نختزن الغضب على مدار 4 سنوات، وأننا نستشيط غضبا بسبب هذا الدوس وهذه التجاوزات. ويا إخواني معشر النواب، هل حقا صوت الشعب قد بات ضعيفا إلى هذا الحد؟ هل حقا ضمير الأمة ضعيف حتى يداس ويهان المرة تلو الأخرى؟ فإن القوم قد أساءوا بنا الظن، وقد غرهم حلمنا، وقد ظنوا أن صمتنا وحكمتنا وحلمنا وتغاضينا وتغافلنا هو ضعف وذلة ومسكنة منا. لا والله، لا، بارك الله في الضعف، وما كنا أبدا ضعفاء، ونحن أقوياء لأننا نمثل فخامة الشعب، لكننا رجال دولة، نعض على الجمر ونكتم الغيظ على مضض، وننتظر ونترقب يوما يرتقي فيه هؤلاء المستفزون، يرتقي إلى مصاف رجال الدولة، لكن القوم لازالوا يوغلون ويمعنون في الإهانة. وبالحديث عن الإعلام، يبدو أننا إخواني أخواتي النواب بالغنا في المجاملات وجاملنا بعضنا كثيرا حتى ساء الحال. دعوني أطوي صفحة من التاريخ وأستذكر معكم أيام الغزو على العراق. وزير الإعلام الشهير الصحاف رحمة الله تعالى عليه، حينما كان يخرج تحت القصف ليخاطب العالم أجمع بدم بارد وبأعصاب هادئة، يقدم تقريرا ويرمي الغزاة بالعلوج والطراطير فيحسم المعركة النفسية والإعلامية، ثم يعود لينام في بيته، وقد صنع لنفسه اسما جعل الأمريكان يخجلون من اعتقاله. ما بال وزيرنا والجزائر تنعم في دعة وفي سلم وفي أمن وفي وحدة وإخاء؟ ما باله كلما خرج علينا يزعد ويرعد؟ ما باله يزبد ويرعد ويصرخ كالنار الملتهبة، ينفجر مثل البركان، يثير الرعب في نفوس الناس؟ ما هكذا يا سعد تولد الإبل. معالي وزير الاتصال، دعني أكلمك كإعلامي. أنت تفتقر كثيرا إلى لغة التواصل وخطاب التواصل، لغة الجسد ونبرة الصوت ومحتواك. إن كان السياسي حرفته الكلام ويمتهن الخطابة، صار يلتزم الصمت تفهما لوضع البلاد، في حين السلطة التنفيذية التي عليها أن تشتغل وتصمت صارت تزايد علينا في كل خرجة. لقد أسأتم بنا الظن وظننتم أن صمتنا ضعف. أنا والله نادم على كل لحظة صمت فيها ظنا مني أنني أتعامل مع أناس بقدر كافي من الرقي. لقد تماديتم واستمرأتم في ذلنا وظننتم حقا أننا نخاف. لا والله لا نخاف، لكننا رجال دولة، أقولها وأكررها. وإلى أولئك الحمقى الذين يريدون أن يجرنا إلى مستنقع آخر قد طوينا صفحته، يسألني أحدهم ويسأل الناس كثيرا: هل الجزائر أمازيغية أم عربية؟ سؤال غبي خاطئ يؤدي إلى إجابة خاطئة. كل ما أعرفه أننا ننتمي إلى أمة مليارية، بعربها وبربرها، بتركها، بكردها، بفرسها، عجزت حتى عن إدخال لقمة كسرة وشربة ماء إلى غزة. كان ينبغي علينا كبرلمان حقيقي أن نناقش اليوم أخطر حدث في التاريخ، هي الصفقة التي ستحدث اليوم، قد تقضي على القضية الفلسطينية. من العار والعيب أن يكون البرلمان الإيرلندي والبرلمان الإسباني، بل حتى البرلمان الفرنسي بما فيه من عفن، أن يتبنى قضيتنا المقدسة أكثر منا. لماذا تريد أن تعيدوننا إلى الحضيض؟ لقد جربنا كل شيء. الغبي فقط هو من لا يتعلم من الدروس.
عشنا ثورة عظيمة مباركة، عشنا حربا أهلية، جربنا حكم الإسلاميين، حكم رجاء لم أطلب قط الإضافة في الوقت على مدار 4 سنوات. زيدوني الوقت 30 ثانية رجاء، 30 ثانية 30 أو أكثر، الله يجازيكم. إخواني يسمحوا لي، جربنا كل شيء، ما بالنا لا نتعلم من الدروس. لماذا لا نتعلم من الدروس؟ لن نعود أبدا إلى ذلك المستنقع ولن تعيدوننا. وكان ينبغي على الإعلام أن يصلح من نفسه. هذه الجريدة الصفراء، جريدة الطابور الخامس، قالت كلاما قبيحا حقا في حزب محتمد من طرف الدولة، ولأن قياداتنا مسؤولة وطنية طلبت منا أن نرد. شكرا سيد نائب.